بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين، ونرجو لكم دوما أن تكونوا في خير وصحة وعافية. هذه هي الحلقة من برنامج مع اللغة العربية رقم 219 بحمده تعالى، ولا نزال سيداتي سادتي نقلب. ستكون هذه الحلقة الأخيرة في تقليب الصفحات ماذا إذا قال القمر، أي الديوان. وقبل هذا وذاك أرجو أن تكونوا استمتعتم، ويعني أحدث فيكم الحديث عن الديوان شيئا من اللذة الفنية كما يقال. آه، توقفنا قبل ذلك نتلو آية من الذكر الحكيم. يقول المولى سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. عفوا. وصلنا إلى الحلقة، إلى الصفحة 121، وأنا أحكي عن ذكريات وقصص القصائد. قصيدة بدور الشرق هي تعتبر من القصائد الأول، حيث كتبت سنة 1990. يعني 89 88 أنا بدأت في كتابة الشعر الجيد. هي قصيدة خاصة، ولكن لا بأس أن نقرأ لكم دون الحديث عن مناسبتها. ولكن بدور الشرق هل لهواك حد، وعين الكون هل للقاك وعد، وهل للقلب أن يرتاح يوما بلقيا السعد في يوم أجد، فيا من تلتقون حبيب قلبي، ويا من تعلمون هواي عنده، ويا من تدركون أسى الشريف وتلقون السعادة إذ يرد، إلى آخر. فقدت الشوق والتهيام حينا، وها أنا ذا بقربك أسترد، سأبقى مخلصا ما دمت حيا لهواك، هواك لا هند ودعد. من قصائد الغراميات يعني. لماذا؟ أيضا هذه قصيدة خاصة. 97، يعني ما قلت 97 98 بدأ القلب في الخفقان. وهي هكذا تبدأ الأشعار بالنسبة للإنسان. همس الأرض هذه هي من التفعيلة، كتبت سنة 99. 99. والإثيوبيا تتناوشنا من هنا وهناك، أو تتناوشنا من هنا وهناك، حرب البادمة والويان والشعبية يعني. فقلت فيها: سيبقى العزم سيدتي، سيبقى كل ما فينا من ضمير، لا لن نهاد أو نقل قد طال المسير، إنا وهبنا روحنا أوطاننا، ما انحنينا لعذابات القدامى، ولا سئمنا من طول السفر، فلقد رأينا قمرا يناجي قمر، ورحلنا على بساط الموت نشتم القدر. في الليل، في ظلمات الغاصبين، في الهول، في أتون الحق، حتى عانقنا القمر، فمسكنا بأيدي العزم نجما، وبأخرى ذوبنا أصداف البحر، فانتشينا وطربنا حتى الثمالة لم نعاقر رعشات الظفر. يا براقش، ما لنا وقد مزقنا مواثيق الأمم، ما لنا وقد أحرقنا بأيدينا حقول الياسمين، وحيرنا الأمم، وكسرنا ما بناه العاقلون ضحى بفعل الوهم في لحظات السهر. يا براقش، لك أن تحلمي كما تشائين، لك أن تلهثي مسعورة كما تودين، لك ما شئت على أرض البراقيش وما لم تشائين، وأن تسبحين وأن تسرحين وراء الحلم وأوهام العابثين، هناك لك ما تتخيرين. يا براقش،
ما هكذا ترد الإبل أعطانها، ولا البراقيش تلعق قصاعها، ولا المضغة الخبيثة تخرق أرحام أمهاتها. عفوا. نتانة اللؤم يا براقش تكشفت في حلمك العجيب، تحدثت عن حقدك الغريب، تحطمت في موتك الذي بناه الواهمون، رآه الحاقدون اللاحقون، عندما تهاوت الآمال كالصريم. فلا يهنس فلا يهنس الذي هوى، يمد يده لينقذ الربيب. لا النباح تستطيع أن ترد الأسد بعد كسرها قيودها وحصنها المنيع. تعالي يا براقش نختتم الطريق، ولا سراح بعد اليوم، لا سرات بعد اليوم بين القوم. يا براقش ما جنينا عليك، ولكن على أهلها جنت براقش. 1999، 14 يونيو. عزيزي المشاهد، الحرب كانت على أوارها. هناك قصيدة واحدة مكتوبة بالعامية السودانية. لا بأس سيداتي سادة، هذه برضو من القصائد القديمة. 91: جيت أزورك يا أخي والتحايا في إيدي، دار حديثا في الأهالي والنوايا الأحمدية، وبين غيوم العتمة ديك شفت غيمة تبدو لي، جات تقول عنك كلام، إنه يا زهرة عيني سبت دنيانا الجميلة وذبت في دنيا الأسية. برضو من القصائد الخاصة، لكنها برضو بعدين دخلت على دنيتي في العشق هامت واستمرت لا تبالي، كلما أوقدت حبا أمطرتني بالنبال، غير أني يا رفاقي لست أخشى من زوالي، إن في جنبي نار وطموح كالجبال، وسلوك لا يجارى في صفاء كاللآلي، واحترامي للرفاق فهم ذخري وآلي، هذه نفس الشريف هل لديكم من سؤالي. في نفس يعني على نفس البحر، لكن طلعت من العامية إلى الفصحى. عموما سيدي الكريم، الآن آتي إلى قصيدة أنا أراها هي كانت من عيون شعري في ذلك الزمن، وهي جهد الصبابة. جهد الصبابة كانت هذه أطول قصيدة كتبتها آنئذ، 91. و... وهي طبعا تبدأ آه، يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما، من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نقتدي طرق القريض مسالكا في آم، لا، دعوني أعيد الأبيات تاني. يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما، من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في بهونا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما، فانعم به يوما فريجا مبهجا، واكرم بمن في القوم هو إماما، إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. أنعم به يوما فريدا مبهجا، واكرم في من في القوم هو إماما، إن الحضور إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما، فرض علي بأن أكون بقربكم، فهواكم عندي أقام خياما، ويزيدني في كل يوم لهفة، ويزيدني ذاك الضرام ضراما، فأنا الشقي بقربكم وببعدكم، وهواكم في ضد ضلوعي علامة، حتى بدا وكأنه من جسمه عضو، وفي هذه البلاد أقاما. إن البلاد إذا تقاتل أهلها قامت على تلك البلاد قياما، أنا لا أعاتب في العتاب، لربما كان العتاب لذي الهيام أثاما، ولكم وددت بأن نعانق نجمة، إلا الإله فقد قضى أحكاما، قالت وفي الأحشاء نار لهيبها
دع عنك هذا الود ذاك حراما. قلت القلوب إذا تباعد شوقها زيدت على ذاك السقام سقاما. وأنا الذي أدري سرائر حبها ولأجل هذا زدته استحكاما. فالليل قاض والنجوم شواهد والبدر حاك ما لقيته ياما. إن الحضور إلى هنا يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. هي من القصائد الخاصة ولكن أقرأها دون شرح يعني. يا أيها الجمع الكريم سقاكم رب الخليقة غيدقا وغماما. فلأنتم خير الصحاب لقيتهم ولغيركم صام القريض الصياما. فشدت على الأيك الظليل فرائدي ونظمن من شعر الشريف نظاما. فلأنتم خير الصحاب لقيتهم ولغيركم صام القريض صياما. فشدت على الأيك الظليل فرائدي ونظمن من شعر الشريف نظاما. الشاعرات اليعربيات الحجى وتزاحمن حوض القريض زحاما. فأخذن ينهن الجمام بغرفة وأرقن من كأس المدام مداما. فوجدنني ألقي القريض متمما وأزيد في ذاك التمام تماما. فجعلنا ينثرن الورود لعلني أتنزل الورد الجميل هياما. فنزلت والشعر الشريف مورد ولبثت في تلك الربا أياما. وصعدت في الصبح البكور معانقا وكسوت بدريد الوشاح لثاما. جاشت به نفسي وألهب خاطري واليوم أنثر للبدور وساما. إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. 1991 الخرطوم. كانت في ذلك العهد أطول قصيدة أنا كتبتها. الآن نأتي سيداتي سادتي على الاستفتاء. هذا الاستفتاء المعمد ب99.8 نعم للاستقلال. الشعب الإريتري قال نعم للاستقلال. والتلك النسبة المئوية القليلة يعني أقل من 1% كان لخطأ. يعني بدل ما يخط الأخضر عفوا الأزرق في صندوق نعم للاستقلال خط الأحمر اللي هو لا للاستقلال. وسبحان الله أذكر يعني موقفا يعني هزنا من الأعماق. كنت مع فريق العمل وقد حكيت عن ذلك. أن غطيت مع فريق العمل الذي توجه من أسمرة إلى نقفة عاصمة الكفاح المسلح للشعب الإريتري في الساحل هناك. يوم كامل ماشيين على الجبال والسهول والوديان وهكذا. ف وصوتنا هناك في نقفة والحمد لله. أنا أتباهى بها عندما يشتط الخلاف ويقولوا هكذا. أقول لهم يا جماعة نحن صوتنا في مدينة نقفة وأن تصوت في مدينة نقفة ليس كما تصوت في أي منطقة أخرى حتى لا يزعل مننا الناس يعني. نقفة يعني جبهة وقلاع التحدي والصمود. فليس أمرا سهلا أن تصوت في نقفة. على كل دخلنا مراكز من مراكز الاقتراع وكنا نحن الإعلاميين آخر من صوت في مدينة نقفة. يعني حتى قيل لنا يا ناس الإعلام أنتم ما صوتوا. فنحن كنا منهمكين في العمل نصوت. تصور وتلتقي مع ذا وتعمل تقرير وتكتب وتراسل أسماء حيث الإذاعة هناك. وقيل لنا على نهاية اليوم يا جماعة ناس الإعلام أنتم ما صوتوا. فجينا وصوتنا في إحدى المراكز. عزيزي المشاهد أحد الجنود حاملا بندقيته الكلاشن فعمر الكلاشن وكاد أن يطلق الرصاص على نفسه منتحرا يعني والعياذ بالله. فانتبه له الجنود من حوله فمسكوا بتلابيب يده ونزعوا منه السلاح. فبدأ يولول ويقول كيف أقول لا للاستقلال لإريتريا وأنا الذي ضحيت من أجل هذا الوطن وخرجت من من بيتي طفلا صغيرا. هو أبلى بلاء كبير في حرب التحرير يعني. فطبعا الجنود كانوا يصوتون كغيرهم من الناس. فبالخطأ سهوا أراد أن يضع هو لا للاستغلال كان لونه أحمر. فالمفروض يضع هذا
البطاقة بتاعت الاقتراع اللون الأحمر في صندوق القمامة في الزبالة يعني. ويضع كرت الاقتراع هو لونين ومقسوم، وتقوم تقسمه كده. نعم للاستغلال، تخطها في الصندوق حيث ستحسب وتعد. فهو سهوا يعني، مش مرات تكون عندك شيئين تريد أن تناول هذا تناول هذا هكذا يعني. فوضع بالخطأ سهوا صندوق لا للاستقلال في صندوق نعم للاستقلال. فنبهه وقال له يا أخي أنت رميت خطأ وكده. قال له بس مع أنك أنت أخطأت كان ينبغي أن تضع نعم للاستقلال هنا. الراجل أخذ سلاحه وعمره وينسب والعياذ بالله يعني. طاق! سحبوه من الجماعة وبدأ يولول ويقول لهم اتركوني أموت، اتركوني أنتحر. هو طبعا ما دي الناس مشاريع الموت والاستشهاد يعني. لا أعرف اسمه والله، لا أعرف اسمه. فالرجل هاج وأعصابه، فقد أعصابه تماما وانهار وهاج كالثور يعني. لولا الجنود الذين من حوله ثلاثة أربعة خمسة مسكوه كده وهو يهزهم هزا كالجبال يعني. وبدأوا يقولوا له معليش والخطأ حاصل وكذا، وأنت أكثر من هذه الورقة، أنت الذي حررت البلد وبتاع. صبوا عليه الماء وأخذوه هكذا في حالة هستيرية كده. هذه من مشاهد الاستغلال. وهناك من وضع بالخطأ هكذا يعني. فقيل إنه النسبة في المئة هذه جاءت عن طريق السهو يعني، سهوا. وقد يكون، أنا لا أبرئ، أكيد واحد يكون في ناس تبع الأندنة يعني ما يقول لك لا نؤمن بهذا الاستغلال وخدتوها، يكون ممكن. لكن كم من نسبتهم يكون في الملايين؟ قليلة جدا. نسبة التصويت النعم للاستقلال 99.8، هذا الإعلان الرسمي. ف 99.8 كفاية يعني. هو لو كانت 50% ذاته خلاص للاستقلال يعني. ونحن نستعد للاستفتاء. كتبت هذه القصيدة عزيزي المشاهد، إيقاعات حروف على مشارف الاستفتاء 93. فأقول فيها أي يوم نحن في انتظاره، أي مجد نحن الذي نبتغيه. إيه يا نفس، هل تقولين الإجابة؟ لست أدري، لكن الشعب كبارا وصغارا ونساء ورجالا وعذارا سوف يغدون صباحا وأصيلا، سيقولون نحن عانقنا أيلولا وعبرنا سنينا نسيها مستحيلا، وسكبنا من دمانا بحارا وبحورا، وحملنا الطلقة دهرا طويلا، فلم يبق من ساعة العرس الكبير إلا أياما قليلا. نحن يا رفاقي يا صحابي لسنا ممن يحسبون، لسنا ممن يقرؤون الصفحة من ماضينا ولا يرعون. فالديار التي دمرت والنفوس التي أزهقت في بلادي يا ترى كم ذا تكون. ليس منا من يجهل كم كان المقابل، لا ولن يكون منا من لم يحاول. فدمانا وربانا وقرانا جرب السؤل وحاول ثم حاول، سوف تلقى كل أم تلعن اليوم الرهيب، وهناك الشيخ والطفل الحبيب، كل شيء في بلادي يلعن الدهر العصيب. كيف ننسى يا صحابي كل قتيل، كيف ننسى يا صحابي كل قتل والمآسي، كيف نرجع للخلف بجهل أو تناسي. ليس منا من يراهن أو يواسي، قد تبرأنا قديما وحديثا من أرابيب الكراسي. إنه القدر الإرتري علمنا كثيرا وكثيرا. مثل هذه الجلسات كانت يا عزيزي منذ دهر في البلاد حراما، يوم كان الليل يدخل مجبورا في جوف النهار، يوم كان الليل يدخل مجبورا في جوف النهار، وكان ويا مكان. ثم ذل الدرب والظلم وهان، وتمطى في ضياع وزوال. تلكم كانت بداية، ولعل الدرج كان عليما كيف كانت ستبدو النهاية. فلقد أقسمنا جميعا أن نحقق كل غاية، ويرفرف في سمانا وربانا،
وعلى البحر بل في كل الزوايا علم الأجداد هذا، نعم رمز وهداية، فخر شعب هو في الإصرار آية، باعتزاز وشموخ جعل الحرية غاية. فتعالوا يا رفاقي نرفع العلم الأبية ونعلن للعالم جهرا نحن أكملنا البداية. 93. طبعا هناك كان فريق من الناس يعني وضعوا علامات استفهام كبرى على الاستفتاء: لماذا ولن نصوت وينبغي وهكذا. فكانت كأنه نقول للناس تعالوا نكمل نحن البداية. فنشرت هذه القصيدة في صحيفة الريدر الحديثة وقرأت في كثير من المنابر آنذاك. الآن آتي إلى بطاقة شهيد. بطاقة شهيد هذه التي كتبتها عام 2020 يونيو سنة 2000. هذه القصيدة عزيزي المشاهد كانت يمكن أن تدخلني إلى غياهب سجون هذه الطغمة الحاكمة. عفوا. قدمت هذه القصيدة بناء على طلب من الحزب الحاكم، وكنت مكلفا آنئذ أن أقدم البرنامج مع رفيق آخر باللغة التجرينية. أنا مكلف أن أقدم البرنامج في مقابر الشهداء بأسمرة، وقيادة الطومة والجمهور جمهور أسمرة كله عن بكرة أبيه، بالذات الذين حوالي مقابر الشهداء بالقرب من وزارة الإعلام، والسفراء المعتمدون ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. على كل المدينة كلها تأتي يوم فجر 20 من يوم الشهداء لتشهد الاحتفال الخطابي والدرامي وهكذا. وكان الفرعون الحاكم بأمره آنذاك يلغي كلمة، شيئا فشيئا ترك الكلمة. الآن لا يلغي كلمة، أغنيات وهكذا وخلاص يعني. فأنا كلفت أن أكتب قصيدة في 20 من يوم الشهداء وأنا المقدم، فكتبت بطاقة شهيد. يعني تخيلت نفسي أنني وجدت بطاقة في قبر من مقابر الشهداء، أخذت تلك البطاقة وأقرأها وأتصفح ما فيها، وقرأتها على الملأ. قصيدة فيها رمزية، يعني كل الذي نخاف، بعض الناس يخافون أن يقولوه حتى وهم في الخارج. نحن قلنا أمام الطغمة الحاكمة لكن برمزيات، ولو فرتكوا القصيدة وفخفخوها كده أو يعني فتفتوها كده كان حيعرفوا المعنى، والمعنى كان ظاهر لمن أراد. ولم يعرف محتوى القصيدة ومضامينها إلا شخصا واحدا، لا أقول اسمه الآن لأنه هو ده في الداخل يعني، لكنه كان معنا في الوزارة، فالآن هو خارج الوزارة، لا أقول اسمه. هو رجل عزيز يعني أخ صديق. فقلت له ونحن في الوزارة، قلت له أنا عندي القصيدة الفلانية وقاصد بها كذا كذا كذا. فقال لي يا زول ما تسيب القصيدة دي وتقرأ شيء. قلت له يا أخي سنقرأها والأمر لله من قبل ومن بعد. قرأتها والحمد لله ما جاتني شيء. فقلت في القصيدة دعوني أقلب ذاك الشهيد، دعوني أقلب، دعوني أقلب ذاك الشهيد، دعوني، دعوني أقلب طرفي أكحل جفني، دعوني. رحلت إليك شهيد البلاد سلاما عليك، وشوقي إليك تدفق شعرا، وهمس الفؤاد تجسد عقدا وساما لديك. شممت العبير، عبير التحدي وفوح البطولة، وسفر الشموخ بجيب الشهيد تضم الوصايا أمان الشهيد. أتينا إليك كطيف النسيم عشقنا البلاد. هذا الشهيد يقول هكذا في الوصية التي قرأتها. أتينا إليك كطيف النسيم عشقنا البلاد، وتلك الأماني تبدت جمالا وسحرا تدلى بقلبي وجالا، أذاب الفؤاد وجبن السهولة عبرنا الوهاد، نروي البطاح دماء وروحا نخوض الغمار
جلادا جلادا، ونترع كأس المنايا وزهر الشباب وبوح الصبايا، تجسد شدوي مرايا مرايا. رحلنا على جنح ذاك الغرام، شممنا أريج الدم المستباح، شممنا أريج الدم المستباح على صخرة الفيء المرام. رقدنا وقوفا شموخا عظام، رقدنا وقفنا شموخا عظام، فنمنا نشاما وزفت إلينا الحسان، ضممنا إلى الصدر ابتسامات الأنام. شهيد هنا شهيد هناك، رحلنا جميعا نشاما، غدونا نياما، على هامة المجد صحونا قياما. فألف سلام علينا وألف سلام. تعفر وجهي عبيرا، توشح جنب الفؤاد، فلم تصطحبنا دموع العذارى. رحلنا فرادا وهذه الشهادة عدونا بأننا جميعا ننمي البلاد. عدونا بأننا جميعا ننمي البلاد. عدونا بأن النفوس تسير شموخا وتبني على الموقف الحق الرشاد. عدونا بأن العدالة مثل الهواء ومثل السماء ترف علينا جذور البقاء. أيا زهرة العشق عديني، سليني كما تشتهين بليني، فإني أموت وأحيا برأيي، وحب الشموخ سليني، هبيني بليني. دعوني أقص عليكم وصايا الرفاق وشوق التلاق، هناك على ربوة الفجر ائتلاق، فشدوا الوثاق ولا تقطعوا إخوتي من وفاق. وثاق التوحد خلف راية قول الشهيد، الوفاق الوفاق رهان الرحيل وقلبي عزاها. وهذه رؤاها وتسع مداها، فدال وياء وميم وراء وطاء وحاء وياء وزاء. فلا تسألوني رفاقي عنها، جوابي عليها بحق أساها. شهيد فداها وشعبي فداها. 18 يونيو 2000، أسمرة، في مقابر الشهداء. أنا بالرمزية قلت الديمقراطية والعدالة. عدالة قلتها بشكل صريح، لكن وتسع مداها. لو عددنا اسم الديمقراطية 9 حروف، وأنا قلت دال وياء وميم وراء وألف، بعدينك ما جبت الطاء والياء والتاء، حتى لا إذا جمعوها كده طوال أول ما دخلت على القاف والراء ذهبت إلى نون وفاء وتوهت المجموعة يعني. لكن أنا قاصد الديمقراطية بما نفهمها نحن. عموما، العبثية والجنون هذه أيضا جاءت في رحاب في أتون الحرب قبل توقيع اتفاقية الجزائر. أقرأ عليكم جانبا منها. أنا أتحدث مع زمرة الوياني وأقول لهم: أقدمتم على حرق السنابل وهي تدنو للرحيل، فالمهج المسوقة استراحت بل تهاوت في هراءات الدخيل. كثر هم من صوبوا سهم الإباءة للشموس، فالبعض حاول دونها من أن ترى عبق الإباءة في البشر، حاول وأدها حقدا عليها من ينابيع الفجر ومن ألق الزهر، فيورق نجمها سحرا ويجتاز خطوطها الحمراء، ويزهأ بالقدر، يهزأ بالقدر، فلستم أولا من يسد النور في وجه القمر. عبثا تحاول أن أساوم حلمكم وأعلن ميعادا لبيع الضوء في سوق الظلام. منذ الملايين السنين شعبي على شعبي سما، إني هنا لا لن أحيد، لا أقبل الذل المغلف بالورود. تداعيات الأولى لم تعطني الإذعان في مذلات الحدود، مثلي أنا يأتي من الرفض القوي
ومن كسر السلاسل والقيود. لن تقتل العثرات والنكسات ساعة مولدي، لحظة وثبتي على أشلاء من هموا إزالة فرحتي، عبثا تحاول أن تدوس كرامتي. يا سيد العبثية، يا سيد العبثية، إنا هنا نحيا على طعم الشهادة والفخار، لا نبتني مجد الهوان على الرصيف، ولا نبيع العهد في سوق القمار. روض الحياة تحجرت وتقاطرت لهبا تشظى مثل بركان ونار. يا من تصفق لاهثا خلف السراب، دنستم حرم الفؤاد، فلأنتم الآن الأذل من السراب. إيه وإيه يا أرض الفخار، من غيرنا يشدو بها، يشدو بهول الهول يقتحم المدار. من غيرنا، من غيرنا يعطي وعودا للبلاد، ويقطع عمر الشر وروح الغزو في وضح النهار. الجبن من أعرافنا هو المحال، والخوف عار. من غيرنا يا إخوتي، من استجاب لدمعها، من استراح لدفئها، من استشار ضميره حرا أبيا لا يهاب الاحتضار. كل شيء في الهدى نور ونار، فإذا تلاطمت الخطوب ببعضها يقول البحر هذا النهر ها قد أتيت وقد سئمت الانتظار. مني أنا لن تحصدوا غير المشانق والقبور، وحدي أنا منذ القدم يسلمني عناد الرفض والإقدام إلى بر السلامة والعبور. منذ القدم وحدي هنا، وسأبقى صامدا إن شئتم أو لم تشاءوا، في موطني أمحو الزوال وكل إشارات التخندق خلف رايات الحدود. مثلي أنا يأتي من الرفض القوي ومن حمم السلاسل والإباء. سأعود يا وطني لأغزل من ثوب الصبر أجمل لحن في الغناء، وينسدل الستار وينهار الجدار، جدار الصمت في أرض الفخار، ويظل في وطني نور التشاور هاديا ويعزف لحن الانتصار. 2000. الآن نأتي إلى أم القصائد. مرحى بسمو الأمير. مرحى بسمو الأمير هذه كتبت سنة 2000 كذلك، وكتبت القصيدة ترحيبا بزيارة سمو الشيخ حمد الأمير، عفوا حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة لإريتريا آنذاك. فاصل قصير وأعود إليكم أيها الأحباب. عزيزي المشاهد، عدنا بحمد الله تعالى. القصيدة طبعا سنة 2000 و2001 وقع اتفاقية الجزائر. عام 2000 إثيوبيا قالت، طبعا الحرب استمرت لحد 2000 ولسه على الوقت ذاك الحرب شغالة. فإثيوبيا ملا الزيناوي أعلنت حينها أنها ستصوب صواريخ أرض جوها على أي طائرة تحلق في الأجواء الإريترية، حيث الحرب مشتعلة يعني. وسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أبو تميم هذا الموجود الآن والد قطر بأمانة، تلك الحرب تداعياتها وهذا شيء آخر، ولكن أقول كمعلومة عزيزي المشاهد، لولا وقوف دولتين مع إريتريا في ذلك العهد في الحرب، حرب بادمة تحديدا، قطر وليبيا، لضاعت إريتريا. حتى الصمود الذي مع بسالة المقاتل الإريتري والشعب، لكن المؤن والحرب والدعم المالي وكل شيء كان من هاتين الدولتين. حتى أنا ظننت أنه العقيد الله يرحمه عندما حوصر قلت وجهته الأولى والأخيرة أن يتوجه إلى إريتريا، وكنت أخشى أن لا تدفع إريتريا ثمن إيواءه وحمايته، لكنه هو الأقدار استشهد كما نعلم جميعا. ففي ذلك الوقت قطر قررت أنه سمو الأمير سيأتي إلى إريتريا طائرة أميرية، وفد أميري عالي المستوى. فطبعا كان حديث المدينة، ونحن كإعلاميين عرفنا قبل أن يعرفها الآخرون. فكلفت ضمن فريق أن أغطي زيارة سمو الأمير.
استقباله في مطار أسمرة، وجولة معها، ثم تصريح هنا وهناك وهكذا. فكان وفد المقدمة قد سيصل قبل، طبعا هكذا هي وفد المقدمة يسبق الزيارة الرسمية، سواء كان الأمير أو الشيخ أو الرئيس وهكذا، والملك، حيث الملك لله. وكان بمعيتي من الخارجية أحد الدبلوماسيين، أنا لا أقول اسمه، هو خارج مسرح الحكومة مثلنا، ولكن ربما لا يطيب له أن أذكر اسمه، له وهو عارف نفسه يعني. فكنا جالسين في انتركونتيننتال أسمرة بالاس اليوم. وفد المقدمة جاء ودخل الفندق، والسمو الأمير لسه حياتي بعد اليوم الثاني. فكانت يمكن يومين نحن ترددنا على يعني وفد المقدمة نستقبله وهكذا وبتاع. فصديق الدبلوماسي قال لي ونحن جالسين في انتركونتيننتال، قال لي يا أخي بلغة التجري يعني، قال لي يا أبو الشرايف إلا أمير بقصيدة حتى يشوط قال لي يعني بالتجري تقول يعني يا أخي ما يعني المعنى العربي إنه لماذا لا ترحب به بقصيدة يعني. سمو الأمير، والأمير هو قاعد يخترق الحجب والتهديدات، تهديد رسمي. إثيوبيا قالت أي طائرة تحلق إريتريا غير إريتريا في الأجواء الإريترية سنضربها، طبعا عسفا وظلما وجبروتا يعني، وهي الحرب هكذا يعني. قلت له والله الرجل يستاهل يعني هذه الجسارة، مين يعمل يعني. لكن قلت له برضو، وإذا كتبت أنا قلت له حلقيها هنا في الانتركونتيننتال. طبعا هو كان سيتوجه من المطار إلى انتركونتيننتال، ثم الأمير برفقة الفرعون الحاكم في البلد يعني. قلت له إذا كتبت أنا أقرأها هنا، وإذا قرأتها يمكن أساءل. قال لي اترك مسألة السؤال لي، إذا سئلت قل لهم فلان قال لي أكتب القصيدة. طبعا أنا وجدت هوى في نفسي أنه أنا أتحدث عن، ليس في سمو الأمير، أنا أتحدث عن قطر، أتحدث عن وقفة عربية. وفي مخيلتي طبعا الوقفة السورية التي تنكرنا لها، الوقفة العراقية التي تنكرنا لها، الوقفة السودانية التي يعني حاربناها وتنكرنا لها، كنظام أنا أتحدث يعني. ففي نفسي هوى أنه أنا أقول شيئا عن بلد عربي وقف معنا في هذه المحنة والمحن السابقات في خيالي، فوجدت هوى في نفسي. لكن بالمفهوم السياسي والعناية يعتبر يعني آه، آه، قبول غير حكيم. لأنه ممكن يعني، وإيش قال لك واحد أقرأ وأنا المسؤولية علي، هو الذي قال لي فأنا الذي سأروح فيها. وممكن يقول ما قلت، ممكن يقول ما قلت، وممكن ما يقول يعني، ممكن يقول صادق، يقول لا أنا قلت. أنا إذن يعني كان يصدقني وأصدقه يعني. في الوقت ده كان عارف إنه الآن ماذا يقول ده شيء آخر. لكن أنا إذن أنا وثقت فيه وهو واثق فيه. فالآن لما أفكر فيها بأثر رجعي أقول لماذا تجاسرت ذلك التجاسر، أن تلقي أن تلقي قصيدة لرجل معاه الفرعون الحاكم بأمره، كدون علم الحكومة بالديوان تحدثت عنه، دون علم البروتوكول ولا الموافقة الأمنية، ولا يعني حاجة خروجا عن المألوف، خروجا عن برنامج الزيارة. طبعا فيها جساد، فيها شجاعة، والله ما يعملها إلا الزول متوكل على الله بس. هي ذاته حتى الشجاعة هنا. وبعدين قال جدنا المتنبي قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هي الأولى وهي المحل الثاني. يعني حكم رأيك، حكم عقلك يعني. يعني قبل الشجاعة في حاجة، الحكمة والرأي يعني. أنت لازم أن تتريث يعني. وليس كل المسائل بطولات وهكذا. لكنها وجدت هوى في نفسي وحببت أن أقول، وأنا دار أقتحم شيء كده أكسر الرتابة الموجودة يعني. شعراء يعملوها يعني. المتنبي ده
ما مات في بيت قال لا ولست أنت الذي قال كذا وكذا. يعني المتنبي كان يمكن يعني ما مشى إلى حتفه، لكنها الأقدار يعني. لكن هو عرف الجماعة ناس تأب ناس، يعني ناس ضبة وجماعته عندما هو علم أدرك أنه سيلقى حتفه، حاول أن يتزحزح قليلا يتراجع متحرفا إلى فئة أو شيء، فذكره غلامه قال له أولست أنت القائل السيف والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وين يا أبو المتنبي؟ قال لقد قتلتني. فعاد وعارف أنه سيموت يعني، فحوصر من هنا وهناك. طبعا كان حصار أممي آنئذ بالنسبة للمتنبي، وقاتل وقاتل إلى أن لقي حتفه شهيدا يعني. فالشعراء يقتحمون يدخلون مثل هذه، ما كان ممكن المتنبي يقول يا تلك قصيدة وذاك كلام أنا قلته زمان بلاش يا هنا وأرجع وهنا. وكان لكنها الأقدار. فكان بإمكاني أنا أقول لا 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 يا زول، أنا مالي ومال قصيدة، أنا مكلف بزيارة معينة تغطيته فقط وخلاص. فقلت له خلاص أوكي والله حاكتب. قلت له كتبت في ليلة واحدة أرحب بسمو الأمير دون علم الرئاسة ولا مكتب الرئيس ولا الأمن ولا البروتوكول ولا الخارجية ولا. تخيل عزيزي المشاهد، شوف المجاسرة دي. وقال لي خلاص لما يأتي الوفد ويقعد في انتركونتيننتال في البهو الفندق الجميل، ويشربوا الماء وابتسامات الأمراء والرؤساء عارفين أن أنتوا الكاميرات طقطق، قال لي سأقول لك هكذا بيني وبين ذلك الدبلوماسي آنئذ يعني. الأشهر هكذا طوالي توجهت إلى الميكروفون المخطوط على مسافة تقريبا 20 متر تقريبا بين الرئيسين، والميكروفون هناك 20 متر. فذهبت إلى الميكروفون مباشرة. والله شجاعة يعني، أنا والله من الشجاعات التي أذكرها في حياتي دوما. وطوالي فخامة الرئيس ياسر فرقي، سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أهلا بكم في إريتريا. يعني لغة عربية عزيز المشاهد، في وفد راعي للمستوى، وفد جاي في معمعات الحروب وبتاع، وتتحدث قبل أي لغة، ما في كلمة وقيلت إلا باللسان العربي آنئذ. وسأحكي والله وقائع. وماذا قال لي محمد سعيد ناود رحمة الله عليه وأكرم مثواه؟ يعني مفتتح بتاعت إيه، افتتح باللغة العربية وفيه التحية وبتاعه. وقلت لهم سمو الأمير اسمح لي وفخامة الرئيس أن أقرأ هذه القصيدة ترحيبا بقدومكم وتشريفكم إلى إريتريا، من شيء من المقدمة هكذا. وقرأت القصيدة من بدايتها حتى النهاية. أخذت من جهد الصبابة المدخل، قلت يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما، من شاعر متلهف للقائكم. أنا قلت تلك المدخل في جهد الصبابة بتاعت الخرطوم، هذا مكان إدخاله، والشعراء يأخذون من هنا وهناك. من شاعر متلهف للقائكم، أنا نسيت الحكومة دي أنا قاعد أقول لهم أنت جاي تحييني أنا كشاعر ذاته، وأنا أحييك حديث الشاعر وأنت رجل عربي يعني. من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في بهونا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما، فانعم به يوما فريدا مبهجا، واكرم بمن في القوم هو إماما. إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما، أنعم بكم في معشر شرفتم حرم البلاد، وزدتم إنعاما، في أسمر هذه التي يشدو بها، في أسمر هذه التي يشدو بها، تشدو بها كل الأنام وتسترد زماما، تزدي لكم في سحرها شكر القرى، حب الجوار بها
هوى وهياما، أنت الذي بل أنتم يا سيدي من مهد الإصلاح والإنعام. في أرضكم قطر السعادة والهنا، حتى غدت نورا يزيل ظلاما. أرسيتم أسس البناء مقوما بالعلم، يا ذا المجد والإقدام. قوموا فقد نزل الأمير بسعده، وصف المعين فلن نكون بهاما. ما في زول قام طبعا. أمم تتلى عليهم يعني أبيات بينات، ولكن ما فينا يعني. قوموا فقد نزل الأمير بسعده، وصف المعين فلن نكون بهاما. يكفي الجزيرة منبرا من فكركم، ولنا فيما تقذي العقل والإعلام. تكفي الجزيرة، القناة هذه عكس، منبرا من فكركم ولنا فيما تقذي العقل والإعلام. إن الحديث إليكم يا سيدي حق علي وقد يكون لزاما. حمدا لمن أوفى بكم في أمة، فأقمتم الإصلاح والإنعام. ما بيننا وبين سودان القرى لله من ذاك المقام مقام. في عهدكم سارت تميم إلى العلا، وتزيد في ذاك التمام تماما. طبعا قطر لعبت دور كبير في ربط الصدع بين إريتريا والسودان. يمكن هذه ذات اللي حركتني، وأنا كنت مغلوب على أمرنا أن تقطع الأوصال بين إريتريا والسودان 94. فبقول ما بيننا وبين سودان القرى لله من ذاك المقام مقاما. في عهدكم سار التميم إلى العلا، وتزيد في ذاك التمام تماما. بالعلم قد أرثيتم مجد الأولى، بالعلم قد أرسيتم مجد الأولى. يحفظكم رب التقى ويزيدكم إنعاما. وأجدد الأشواق والترحاب في سوح العلا، مرحى بكم مقداما. وتبلغ الأحباب من أخوان من أحبابنا في دوحة عن شوقنا الهيامة. إن الحديث إليكم شوق الأولى، ويزيده فوق الضرام ضراما. أغسطس 7 2000. لم أكتفي بالقراءة فقط، ولكنني أدخلتها في ظرف، وقلت له: اسمح لي يا سمو الأمير أن تتقبل مني هذه القصيدة هدية مني ومن الشعب الإرتري. وسريت ذهبت إليه، وقف سمو الأمير حياني بالمصافحة يدا بيد، ومددت يدي برضه. هو الفرعون قام معاه. أنا يعني الشعراء يقف لهم الطواغيت والأمراء كذلك. وسلمت على سمو الأمير في البدء، وأديت الظرف، وسلمت على الفرعون الحاكم بأمره، وعدت أدراجي وسط ذهول من البروتوكول والأمن. ما هذا؟ بديتهم شفت أنا نظرت إلى العيون تتهامس، وأنا رجل إعلامي معروف يعني عندهم، لكن كأنني نزلت إليه من السماء يعني. خارج العرف الحكومة دي أبدا. أولا لن تقرأ قصيدة لزيارة زائر، أميرا كان غفيرا ولا رئيسا ولا أبدا، وباللغة العربية. أكدت، سلمت ورجعت، وبدت الكلمات. رحت على البروتوكول، دخل، نحن سبقنا كل شيء. أرحب أهلا سمو الأمير، كلمة كلمتين، وشالوا له الميكروفون هناك ودوه له، وسمو الأمير قال كلمتين وهكذا. وسط الذهول. وأنا إذا سئلت حقول أخفي البروتوكول، قال لي، لكن كنت حاروح فيه أنا يعني. لكن لماذا لم أسأل؟ ما في جهة سألتني أبدا، والحمد لله. أولا حفظا من الله سبحانه وتعالى، ثم يعني قالوا الزول ده ما رحب ومدح إنه الراجل اللي احنا جبناه وتجاسروا، قدروا الموقف ربما. وربما قطر زادت من عونها ومن كرمها ووقفتها وهكذا يعني، فربما حسبت في ذلك الحساب. وأنا لم أغفل عن تلك المسائل، لكنها كلها يمكن يخطها بالكوم، يقولوا هذا الرجل كيف بأي
بأي مشيئة يا شريف تقوم تمجد لنا زول بالعربي ونحن بلد ما معترفين باللغة العربية. عموما عزيزي المشاهد، وأنا خارج من، طبعا شعرت براحة واطمئنان، ولم يعني يمنع يخالجني خوف، يعني أنا سأرميها لكن كان ممكن أخذ على غيره. المهم وأنا خارج ماشي على الموتورسيكل حقي، فالرجل الوحيد الذي قابلته وتحدث معي عن القصيدة كان المناضل الشهيد الراحل محمد سعيد ناود. محمد سعيد ناود يعني حركة تحرير إريتريا، مقاتل مجلس التنظيم الموحد وبتاع، هو الرجل السياسي يعني المنظر وناشر فكر حركة تحرير إريتريا في الخمسينات، وحاكم إقليم بعد التحرير، والرجل المكتبة العربية قائمة على عطائه وإنجازاته وإصداراته الكثرى. فقال لي يا شريف: أهنيك، أهنيك على أنك، والله هذه عبارة قال لي وهو قد رحل من هذه الدنيا، يا شريف قال لي: بقصيدتك هذه أكدت عروبة إريتريا. والله شعرت بفخر آنئذ. أكدت عروبة إريتريا، شاء من شاء وأبى من أبى، وألحقها لأنه رحل لابد أنه قال لي: رغم أنه أنا أؤمن على أنه التجرينية برضو هي لغتنا، قال لي، لكن قال لي ودخلت التجرينية، قال لي هو ما قاعد يقارنها بلغة الحكومة وهكذا، وقفلت التجرينية قال لي في الثلاجة، قال لي 100 سنة في ال في ال في الفريزر، قال لي العبارة دي قالها، وقال لي دخلت التجرينية في الفريزر 100 سنة. وحييك يا شريف. قلت له: شكرا يا أستاذنا ناود. وذهبنا. بعد فترة يروج لها أحد صياصي القوم إنه شريف يعني كان يستجدي الأمير ويشحت باسم الدولة، باسم الشعب، ويشحت بالهناي، ما أخذها سبة يعني، إنه هو الذي عندما يتناوشون الجماعة الظلامين الموجودين في أسمرة ويسخروهم أسيادهم وهم كانوا عبيد، يعني فيقولوا إنه شريف ده لا تصدقوه وهو الذي مدح. أيوة، أنا مدحت أمير، مدحت رجل أمير مسلم وقف وقفة عربية، وقفة إسلامية، وقفة وطنية مع بلد يواجه حربا. ديتك تعلمها ذلك. أنا مدحت الأمير، والشعر مديح وفي رثاء وهجاء، ولأهجونكم وكما قاعد أهجو، وهجوت أنا في أكثر من قصيدة لهذا الغلام السفيه الموجود في البلد يعني. فيقول إنه هذا هو. أنا لا أتعير ولا أعيب عن نفسي، بل أتجاسر وأقول لم يعملها غيري. تتحدى حكومة جبروت وطغيان، تتحداها باللغة العربية واسمه الأمير ودون علم الهناية ودون إخطارهم، وتتحدى وتقدم قصيدة في عين الفرعون وزبانيته وحاشيته. نعم، أنا مدحت الأمير وأتباهى بذلك، وأتمنى أن يعملها يمدح له إن شاء الله. آه، يعني أتفه إنسان يعني، لا مؤاخذة، الإنسان كريم، لكن والله أنا يعني أدعو ليتجاسر ويعمل حاجة دون علم مش الحكومة، دون علم رجل الأمن الذي يلاحقه، لا يستطيع أن يعملها. فيقول هو استجدى واستعطف وهكذا. أنا تكلمت باسم الشعب، وأقول صراحة والله لا شفت السفارة ولا شفت الأمير، بعد إذن سلمت القصيدة وانتهت، وما أعرف منه شيء. بل أزيد البيت شعر: قطر عندما يعني نظمت كأس العالم، أنا كتبت رأيي إنه قطر نظمت كأس العالم حاجة ما سهلة، وقلت أنها فتح للعروبة والإسلام حتى لو جات في كرة القدم. وما سلمت، لا سلمت السفارة ما عندنا هنا في كامبيرا موجودة، لا رسلت ليها
ولا تكلمت مع حد ولا أي حاجة. معلقة كاملة 130 بيت يعني، أمدح فيها تميم وأمدح فيها قطر وأمدح فيها المسلمين والإسلام وهكذا، في قصيدة رائية مشهورة. ولا زمان البلا هيا اعزف الوتر وجدد وشنف الروح والأسماع والبصر. أقوى قصيدة رائية 130 بيت. يعني لو كنا مستجدين اليوم ما ممكن أنا أطير لقطر، لكنها حكمة بالغة منا نحن، لكنها لم تفهمها تلك العقول الصغيرة، وتصغر في عين العظيم العظائم كما قال المتنبي. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغار، وتصغر في عين العظيم العظائم. حكمة. فكانت هذه قصة مرحى بسمو الأمير، وعنوانها مرحى بسمو الأمير عديل كده. اعتراف. اعتراف هذه يا سيد الكريم كتبت على، أنا سأكتفي باعتراف. هناك ثلاث أربع قصائد ما حقراها، سأكتفي باعتراف. اعتراف هذه قصتها: سجلت زيارة لمدينة غرداد لزيارة أحد الأصدقاء توفوا رحمة الله عليهم، سعيد حميدان رحمة الله عليه، وزيري وأنا وزيره، وهو كان أخ عزيز وشقيق وحميم وصديق ودود يعني. رحل على عجل يعني، الله يرحمك ويحسن إليك. فسجلت زيارة لمدينة غرداد، وكان عنده سيارة، فركب سيارته ماشيين على، كان عنده مزرعة على أطراف المدينة، فماشيين زيارة لمزرعته على الخور بركة يعني، وحيث الغبار الشديد. فنحن يعني سيارة طبعا طرق ما مسفلتة، ويعني كلها غبار في غبار. فنحن سائرون كده، فكان رجل مسكين، آه، رجل بسيط يعني، لابس ثوب عادي جلابية. و فنحن بالسيارة كده زي لاحظت إنه كشحنا عليه من الغبار شيئا يعني. نحن فتناه، بعدين الغبار ورانا كده، وهو كان على جانب مننا، فعمل كده شوية بتاع، أنا انتبهت إليه. درت إلى الخلف، سايق يا حبيبي حميدان، سايق فقلت له: يا أخي الراجل عملنا له غبار وكده بتاع. أيوة، قال هو ذاته تأسف يعني، لكن حتى لو مشيت بسرعة خفيفة برضو الغبار ده حيقوم، مع أنه كله بلد، منطقة زراعية يعني. فذلك المشهد أثر فيني أنا وهزاني من الأعماق، إنه هذا الرجل ما كفاية إنه قاسي في هذه الدنيا، وما عنده حاجة، وشايل عصايته عاملة كده، وهدومه فقير يعني، وقد يكون حافي القدمين وهكذا. أنا جاي من أسمرة، فقلت يا أخي هذا جرم يعني، ما هو راضي بالحياة، نزيد غبار ونزيد وسخانة غردات هذه تلفح يعني. لما عدت إلى أسمرة كتبت اعتراف: أعترف بجرمنا نحن أهل المدن على أولئك الذين يعيشون في تلك المناطق يعني. فقلت له: لطفا عزيزي، لطفا عزيزي، إن دخلنا كهفكم من قبل أن نلقي التحية والسلام. عذرا صديقي، إن قلبنا يومكم رأسا على عقب السجايا، وكل براءة من ودعتهم، ولم تفتش في طريق السعد ولا تنام. عفوا شقيقي، إن أسأنا الفهم أو ذبحنا الوهم، أو ملأنا الجوف جمرا دون قصد أو مرام. عذرا عزيزي، فنحن القادمون إليكم طول المدى، الذاهبون برزقكم رغم الردى، الواهمون بأنكم من أفقنا رغم الفوارق والعدا. دعنا نقسم في الورى أقدارنا، كي لا نضيم ولا نضام. ما كنت أحسب أننا بهذا القدر من جور الأنام على الأنام، ما كنت أحسب أننا بهذا الجور من قدر الأنام على الأنام.
ما كنت أحسب أننا بهذا القدر من جور الأنام على الأنام نعايش ظلنا، وظل الناي يفترش الأسى يقتات القتام، والزنبق المنحول يسري بيننا منهوك القوى، طاوي الجوى مملوء السقام. ماذا على قسماته الحرة غير التباريح التي ما هاجرت يوما إلى الكسب الحرام، وقراح مائه بارد لا يعرف التدليس في الأزمات، لا ولن يطأطئ هامة المجد التي لم تنحني يوما إلا لطعم الشهد في كبح اللجام. عرق توشح وجهه متبسما، عرق توشح وجهه متبسما، وعلى أثوابه طبع الشقاء خرائطا ما عادت خرائط دارنا تعني له غير الحطام على الحطام. والله شاهدت خرائط من كثرة العرق عاملة خرائط على الجلابية المهترئة يعني. عرق توشح وجهه متبسما، وعلى أثوابه طبع الشقاء خرائطا ما عادت خرائط دارنا تعلينه غير الحطام على الحطام. يا سيد البسطاء من أمثالنا إني مستقيل، أنا ما نسيت جريمتي، وسأستقيل أنا حتى أنال براءتي حكما أعلقه على جبين الحق، لا أهاب الانتقام. يا سيد الشرفاء عش هانئا متوسدا، بؤسا أرق من زيف الكلام. يا سيد العظماء إني هارب من قبل أن يأبى الشقاء عن الفطام، من قبل أن يلاحق نجمنا يكابد وأدنا، تهاجر للمدى أوزارنا، ونظل حيرى دهاة السؤم مفضوح الغرام. يا سيد العظماء إني هارب من قبل أن يأبى الشقاء عن الفطام، من قبل أن يلاحق نجمنا يكابد وأدنا، تهاجر للمدى أوزارنا، ونظل حيرى دهاة السؤم مفضوح الغرام. فك الخيول جميعها، تعالى نشرب قهوة الصبح التي تنضاح في عروق الوهن، في أنين الطلع منهوك القوام. هل هانت الدنيا سهى؟ أفلا تهون العين في أمثالكم؟ يا ليت جوعي وفاقتي تلغي الرحيل إلى السوام. قالت له ذات الهنا وفي همساتها وجع المدى، متى يا ربيع العمر نأكل بيتنا، نشرب دمعنا، ما دام من على ظهرها يستشرف الأمجاد في بيع الأنام. فبيوت شعري هاهنا ونشيد شدوي من سنة، هذه الجدائل أرضنا والكل يعلم أنها من دمعنا. هل كتبت على دمعاتنا أن تستبيح إلى الأمام؟ ما دامت السلوى لهم لم نسكب مهرنا في مهرهم، وإدامنا عرق الطوى، ونعالنا لفح الهجير على الثرى. يا أنت يا بعض الونى، يا أنت يا كل المنى، لا داعي أن نرمي السهام على السهام. نحن الذين نجدد الشكر لكم يا قادمين إلى العذاب تواضعا، الراكبين الراجلين تجاوبا، لم لا نغيب وننزوي بين الغبار ولفح حره جانبا، وتسير قافلة الحياة وريقة، يبقى السواد مكانه، لا ينفع التجديف عكس رياحه، ولا يجدي التملق مطلقا في عالم الأبنوس مكسور العظام. يا سيد الشرفاء إني من هنا أبرئ ساحتي، وتعال نجلس جانبا، دعنا نقسم في الهوى أقدارنا، كي لا نضيم ولا نضام، فلرب رامية من غير رام. أسمرة 21 مارس 2001. هذه كتبتها على وحي ذلك المشهد الإنساني الذي حرك فيني أشياء وأشياء يعني حقيقة يعني. فالرجل تلفت وأخذ، طبعا كان سائرا هكذا ولا ظهره حتى لا يخبر عيونه، يعني كان مشهد فظيع يعني. متاهات عشق هذه واحدة من القصائد، لن أقرأها. وماذا إذا قال القمر ديوان الشعر. يا ما رأيكم نختم بها الحديث، ليس كلها ولكن جانبا منها.
ماذا إذا كنت الذي من أجلها أهوى المصاعب والمحن؟ ماذا إذا ماذا إذا كنت التي ترعى النجوم مع الشجن؟ ماذا لو أنني كنت اتقيتك مرة أو مرتين، لكنني هل أستطيع أن أتقي قدر الفؤاد ولم أزل أهوى الجمال مع الصباح وفي المساء، وأهوى كل حسن في البشر؟ هل أستطيع؟ هل مذنب أنا يا قدر الحزين المستقر بخاطري منذ السنين؟ إني رأيت تحكمين على القمر حكم القساة من البشر، لم يا قدر حجر حجر. أكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهدة، وبعدين هناك آخر قصيدة قليل من العطف والثقة والقناعة. عموما كانت هذه الحلقة الأخيرة في حكاياتي مع ديواني ماذا إذا قال القمر. ديوان القادم إذا كتب الله له أن يرى النور، طوق وشوق، له حديث وحديث، أفكر في طباعته، وأسأل الله أن يوفقني في ذلك. على الأقل نرفد المكتبة العربية بديوان آخر. وعلى أمل اللقاء بكم أيها الأحباب في حلقة قادمة إن شاء الله. ستكون الحلقة القادمة عن هذا الكتاب إريتريا من الكفاح المسلح إلى الاستقلال، لكاتبه الإريتري السوري أحمد أبو سعدة، الذي انتقل إلى رحمة مولاه قبل أيام في سوريا العربية الشقيقة. أحمد أبو سعدة كتب هذا الكتاب بانتقاله إلى الرفيق الأعلى. أنا سأقلب معكم هذا الكتاب وفاء وتقديرا للرجل الذي كان عضو قيادة جبهة التحرير الإريترية، وكان قد حضر المؤتمر الأول والثاني والثالث وكل التراجعات، وشهد استقلال إريتريا، وزار إريتريا زيارتين ولكن لم تعطي الحكومة أي اهتمام. أحمد أبو سعد في كتابه هذا قدم شهادته لإريتريا وشهادته عن جبهة التحرير، وكيف كان جزءا من الكفاح المسلح، حمل السلاح وحمل البندقية وحمل قضية إريتريا أرضا وشعبا وتاريخا، يحكي كما لم يحكه الإريتريون الذين تأبطوا شر تلك المرحلة الحرجة. أيها الأحباب الكرام، بهذا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد الشريف، أحييكم مرة ثانية وأسعد دوما معكم. تحياتي والزملاء الفنيين والمشرفين والعاملين. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة وقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. كانت هي هذه الحلقة رقم 219 بحمده تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.